والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الرسالة أو هذا المتن الصغير القليل المباني العظيم كثير يعني المعاني، وهذه الرسالة رسالة الأصول الثلاثة قد ألفها العلامة محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي، الذي ولد في سنة 1115 هجرية وتوفي في عام 1206 هجرية، وهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد التميمي. وقد نشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة، وكان ذكيا، فقد حفظ القرآن قبل سن 10، وبلغ وعمره 12 سنة. قال أبوه: رأيت أهلا لصلاة الجماعة أي الإمامة، وزوجه في ذلك العام في السنة 12 من الهجرة. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من بعده بهذه الرسالة اعتناء بالغا، وشرحها كثير من العلماء، ومن الشروح هذه الحاشية لعبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. قال مقدمة الشارح، وهو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، قال: الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. أي يدعو أن الله عز وجل ينفع بهذه الحاشية كما نفع بأصل المتن الأصول الثلاثة، فقد انتفع المسلمون به انتفاعا عظيما. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة، والبداءة بها للتبرك والاستعانة
على ما يهتم به. أي المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه الأصول الثلاثة بالبسملة، وهذه عادة العلماء في بداية كتبهم اقتداء بكتاب الله بالقرآن. فالقرآن ابتدأ كل صورة بالبسملة، بسم الله، وأول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكذلك اقتداء بالنبي تأسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في مكاتباته ومراسلاته إلى الملوك. عندما كان يرسل إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء يبدأ به بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا الحديث عملا بهذا الحديث كل أمر ذي بال أي ذي شأن وأهمية لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أي ناقص البركة، فهو ناقص البركة. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال اعلم فعل أمر تحت الحاشية، قال اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم ما هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، الذي يطابق الواقع. أعلم أن المروحة تدور، هذا مطابق للواقع، فهم؟ قال أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام ويعتنى به أشد الاعتناء ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وهذا من لطف المؤلف رحمه الله واعتنائه بالطلاب وبمن قرأ هذه الرسالة. أول شيء ينبهه اعلم، انتبه، رحمك الله دعاء له بالرحمة، وهو بأن يغفر له الله عز وجل له ما مضى وأن يوفقه فيما يستقبل ويعصمه منه. قال وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. أي إذا قيل رحمك الله وغفر الله لك أو الله غفور رحيم جمع بين الرحمة والمغفرة. فالمغفرة لما مضى من الذنوب، ما مضى من الذنوب يدعو لك أن تغفر، والرحمة بأن يعصمك الله عز وجل فيما يستقبل ألا تقع في الذنوب. قال وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة أي المؤلف بينها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. أي المؤلف محمد بن عبد الوهاب كثير اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، في هذه ستأتي أيضا معنا مرة ثانية اعلم أرشدك الله، وكذلك في القواعد الأربع اعلم رحمك الله. يدعو للطلاب ولمن يقرأ يعني مؤلفاته قال 4 مسائل. أي يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا تعلم 4 مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، والواجب ما لا يعذر أحد بتركه. قال وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيجب على كل فرد منا العلم بهذه 4 المسائل. أي أنه يلزم ويجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبد أن يتعلم هذه 4 المسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب وجوبا عينيا على كل شخص.
والسؤال هو ما يبرهن عنه في العلم، أي أن تسأل وأنت تجيب. قال: والواجب أنه يجب علينا ما لا يعذر أحد بتركه، ما في عذر بتركه، ما في عذر بتركه، لا بد أن يعمل به، لا بد أن يعمل بالواجب عند الأصوليين. وعند الأصوليين من يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقال ويستحق العقاب تاركه، من يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. فيجب على كل فرد من العلم بهذه الأربع المسائل. قال: الأولى العلم، أي من المسائل التي تجب على كل عبد العلم. قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. قال: وهو معرفة، ما هو العلم؟ قال: وهو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى الحق بدليله. الصلاة واجبة، ما الدليل؟ قال الله تعالى كذا. حلق اللحى محرم، ما الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى. فهم؟ معرفة الحق بالدليل، هذا هو العلم، هذا هو العلم. أما معرفة الحق لكن ليس بالدليل وإنما بقول عالم، هذا التقليد، هذا التقليد ليس بعلم. قال: والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي. الأولى العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. قال: الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. هذا يعني الصحيح أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يصححه. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه، ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله: إن طلب العلم فريضة، وإنه شفاء للقلوب المريضة، وإن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به السبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته السبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. يعني العلم على قسمين: منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فرض العين يجب على كل مسلم. الآن تعلم الصلاة، الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل، تجب عليه الصلاة. إذن واجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجباتها. الصيام شهر رمضان واجب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يجب عليه أيضا أن يتعلم أحكام الصيام. الزكاة لمن كان غني تجب عليه الزكاة، واجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. الذي يبيع ويشتري في السوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء لكي لا يقع في المحرم، لا يقع في الربا، لا يقع في الغش. فمن صار عليه من الذي هو فرض عين هو ما لا يسع المؤمن جهله كالصلاة والصيام. وكذلك من كان في التجارة لا يسع أن يجهل أحكام الزكاة، لأنه واجب عليه الزكاة. إذا وجب على العبد شيء فواجب عليه أن يتعلمه، فواجب عليه أن يتعلمه. وقال المصنف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي: طلب العلم فريضة، وإنه شفاء للقلوب المريضة. نعم، لأن الجهل سبب لكل داء، سبب لكل بدعة، سبب لكل ضلالة، لكن العلم سبب لاتباع الحق والمشي على الصراط المستقيم، والمشي على الصراط المستقيم. والعبد إذا كان لا يتوصل إلى دخول الجنة إلا بأعمال، واجب عليه أن يتعلم هذه بأسباب، أن يتعلم هذه الأسباب. ولا يريد أن يدخل النار فواجب عليه أن يتعلم الأسباب التي توصل إلى النار لكي يجتنبها، والأسباب التي توصل إلى الجنة لكي يعمل بها. قال: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان
وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به كما تقدم معنا. إذا كان واجب على الإنسان كصلاة الجماعة، الصيام لمن توفرت في شروط، واجب عليه الحج، يستطيع الحج وذهب إلى الحج، واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. العمرة، ذهب العمرة والعمرة واجبة، واجب عليه أن يتعلم أحكام العمرة. محرمات، يعلم أن هناك محرمات، واجب عليه أن يتعلمها لكي يجتنبها. قال: بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. نعم، العلم أفضل من نوافل العبادات، تعلم العلم أفضل من نوافل العبادات. هذا الذي هو فرض كفاية، العلم الذي هو فرض كفاية. أما الذي فرض عين هذا مقدم بلا شك، لكن هل اختلف العلماء فيما هو في العلم الذي هو فرض كفاية، هل هو أفضل من نوافل العبادات أو لا؟ الصحيح أنه أفضل من نوافل العبادات، من قيام الليل، من صيام النهار، من الصدقة، من الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق المستحب، فطلب العلم أفضل. قال: فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين. نعم، إذا ذهب العلم صار المسلمون يتخبطون في الشبه والشهوات وفي الجهالات. قال: بل به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، أي التطوعات من نوافل العبادات، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة من الصدقة، نوافل الصيام. فالعلم أفضل لأنه متعد، أنت تتعلم ثم تعلم غيرك، نفعه متعد، وما كان نفعه متعد أفضل مما يكون نفعه مقتصر. أنت تصلي الصلاة أجرها لك، لا تنفع إلا أنت، لا تنفع إلا نفسك بها، لكن العلم تعلم غيرك، تنفع غيرك، فإذن هو أفضل. قال: وهو الميراث النبوي. نعم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال: ونور القلب وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه. نعم، أقربهم إلى الله وهم أهل الله وخاصته، هم أهل العلم، هم أولو العلم. قال: وأخشاهم له وأرفعهم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وهو العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله أي بما تعرف به إلينا في كتابه، هنا ذكرها مجملة، معرفة الله معرفة دين الإسلام معرفة النبي معرفة دين الإسلام، ثم بعد ذلك سيذكرها مفرغة. قال: أي بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. قال: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، ومعرفته فرض على كل مكلف، أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة نسبه، معرفة رسالته، ومعرفة بما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وأحد مهمات الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. هذا فرق بين النبي والرسول، وبعض العلماء لا يفرق، يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي،
بعض العلماء يقول لا، النبي هو من يعني أوحي إليه بشرع لم يؤمر بتبليغه، والرسول هو ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل غير ذلك، لا يعني مشاحة في هذا الاصطلاح وفي هذا الشيء، يعني ليس فيه كبير فائدة، ليس فيه كبير فائدة، سواء قلنا أن كل نبي رسول أو كل رسول نبي، أو النبي يعني ما أوحي إليه بشرع وتبليغه، ما في فائدة. قال: ومعرفة دين الإسلام الأدلة، أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به، أي أن الله عز وجل أمرهم أن يعبدوه بهذا الدين، بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال: تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفي إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم من طريق النصارى، والعلم بلا عمل من طريق اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين هم النصارى. اليهود هم الذين علموا ولم يعملوا، والنصارى هم الذين عملوا بدون علم، والنصارى هم الذين عملوا بدون علم، وهاتان الطريقتان خاطئتان. ومن فعل يعني في هذه الأمة من عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى، ومن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود. ومن علم وعمل فقد اقتدى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفوز، وهو الذي يفلح، وهو من الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.